هاي، من غير كلام كتير تعالوا اقول لكم انا جبت ايه من الوكاله. جبت كل الحاجات دي، فيلا نعمل وكاله هول. بصراحه لما بدات الناس على السوشيال ميديا تروح الوكاله والعتبه والاماكن زي كده والموضوع انتشر قوي، بقت كل الناس عايزه تروح. بصراحه كنت بتضايق وقتها لان كنت بقول الحاجات دي لناس معينه والناس دي اكيد محتاجينها، فلما كلنا نبقى بنشتري من هناك مش هيفضل لهم حاجه وهكذا. لحد ما حصل حاجتين. اول حاجه الاسعار بتاعه اللبس الشتوي بجد مش طبيعيه، فكلنا محتاجين ان احنا نروح. وتاني حاجه وهي ان العتبه او الوكاله بجد مكان كبير جدا وفيه كميه لبس كتير جدا، يعني حتى لو رحنا كلنا مش هنخلصها ولا حاجه. فلو انتوا بتفكروا تروحوا فامان. يعني انا الحقيقه مش عارفه ابتدي بايه ولا بايه، بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان في قطعه هنا بتبتدي من 45 جنيه زي البلوفر ده مثلا. بصوا بجد شكله تحفه، والماتيريال بتاعته كمان حلوه جدا ونظيفه، وما يجيش ابدا ابدا ان ده ب 45 جنيه. اهو ده شكله. بصوا عايزه اقول لكم هو خفيف مش تقيل، بس الخامه دي بتدفي حلو جدا بجد. انا بصراحه مبسوطه بيه قوي، والالوان دي ليها معايا ذكريات حلوه. دي اول حاجه وسعره 45 جنيه. وفي ده كمان بصوا بجد حلو قوي. انا اصلا بحب الخامه دي في اللبس. كمان معاه كابشون. معلش بقى لو بطلع بنفس الطرحه عشان مش هغيرها، بس بجد الحاجات دي ينفع يتعمل لها ستايلينج بشكل حلو جدا. وسعره 45 جنيه. ومعانا السويت شيرت ده، اللون ده اصلا طلع ترندي السنه دي. ده شكله بصوا فيه باترن هنا كده وهنا فاضي، بس شكله عجبني بصراحه. كمان الخامة بتاعته كويسة جدا، وده سعره 75 جنيه. 75 جنيه. وفي ده كمان وانا شايفة ان ده ينفع يتعمل له ستايلينج باوتفيت اولد ماني كده، هيبقى خطير. الخامة بتاعته ناعمة قوي وفي نفس الوقت هي بتدفي، وده كان سعره 100 جنيه بس. بجد خطير، الخامة بتاعته حلوة، وانا عامة بحب اللون الكحلي. جماعة انتوا مش مستعدين تعرفوا سعر الجاكيت ده. بصوا خطير خطير. اعملوا نفسكم مخدتوش بالكم من الازرق ده، انا بوريكم بس على السريع يعني. بصوا عاجبني قوي، بيدفي جدا وهو تقيل على فكرة، وكمان شغل التريكو. انا حتى مش شايفة فيه اي ديفو، شايفة ان هو حلو جدا. سعره 45 جنيه والله العظيم ما بأوفر، ده سعره 45 جنيه. حلو قوي، طوله حلو جدا، سعره 45 جنيه. بص جاكيت طويل، الخامة بتاعته تحفة بجد، من الحاجات اللي بتلاقوها في البراندات. وكمان ده ووتر بروف، سامعين؟ شكله حلو جدا، الستايل بتاعه حلو. في كمان كابتشو، ده شكله وهو مفتوح، ده طوله. وفي كمان سوسته، ده شكله وهو مقفول. في كمان دول يضيقوا شوية، بيعملوا في حركة هنا. في كمان جيب وجيب هنا. انا جاهزة للشتا عامة. شكله حلو جدا جدا، وسعره 300 جنيه وتقريبا ده اغلى حاجة اشتريتها. بس انا واثقة ان انا لو رحت اشتريه من محل مش هيكون اقل من 2500، يكون بالطول والماتيريال دي وحرفيا ولا دي فوق. واخر حاجة جبت الشرابات دي. انا نقطة ضعف الشرابات بجد. بصوا شكلهم كيوت ازاي، حاسة الوانهم شتوية وشكلهم حلو. وسعر الست دي كلها على بعض كانت 30 جنيه، يعني الشراب الواحد ب10 جنيه. ودي كده كانت الحاجات اللي انا اشتريتها من الوكالة، واللي بجد مش اخر مرة، لان عايزه اقول لكم كل القطع اللي انا اشتريتها دي مش مكملة 700-800 جنيه، وتشيز حاجة تحفة لان ده سعر قطعة واحدة بس بره في المحلات. طيب اما بقى لو انت بتفكري تروحي الوكالة، فدي شوية نصايح هقولها لك وان شاء الله هتساعدك. اول حاجه البسي لبس مريح والبسي شوزه مريحه. تاني حاجه حاولي انك تروحي الصبح او بالنهار بحيث ان انت عينك تبقى شايفه الحاجه قدامك. وده هيخلينا نروح لتالت نصيحه، وهي انك تاخدي بالك كويس من الخياطه، تتاكدي ان مفيش ديفو في اللبس، مفيش بقعه، مفيش فتحات، لان في حاجات كتير جدا وصاحب المكان بيشتري بالكيلو فهو مش عارف ايه اللي عنده، والقطعه بتبقى هي قطعه واحده بس. فانتي دوري كويس
وتفرجي براحتك وعلى مهلك. وده ياخدنا للنقطة اللي بعد كده، وهي ان الوكالة او العتبة او ايا كان هي اماكن كبيرة جدا. يعني ما تشتريش من اول الوكالة، لان انت هتلاقي اسعار مختلفة، فحاول انك تمشي شوية لقدام. حاولي برضو انك تشوفي الحاجة عليكي، يعني هو هناك مش بيكون فيه بروفا او مكان تلبسي فيه، بس لو مثلا اخترتي جاكيت على الاقل تقدري تلبسيه كده وتقيسي وانتي واقفة. وبس كده، دي كانت مشترياتي من الوكالة لأول مرة، والحمد لله سعيدة جدا وحاسة ان انا ما اتضحكش عليا. فلو انت عندك اي سؤال اسأليني تحت في الكومنتس، ولو تحبوا ان احنا نعمل ستايلينج للحاجات دي برضو عرفوني. وبس كده، يومكم جميل.